السلام عليكم. الحلقة دي أقدر أعتبرها تابع أو تعقيب على فيديو حاسة الشم والمعاني. ارجع شوفها بسرعة لو ما شفتهاش. المهم إن احنا قلنا في الحلقة دي إن الأفعال هي أفضل وسيلة لتوصيل المعنى أكتر من الكلام، وده سبب إن الأطفال بيقلدوا اللي أنت بتعمله مش اللي أنت بتقوله، وعلاقة ده بإن الروائح أفضل محفز للذاكرة. مؤخرا لقيت محاضرة بتتكلم في الموضوع ده وقال حاجة مهمة جدا، إن دايما لتوصيل المعنى بشكل أقوى معظم الناس بيلجأوا للحكايات، لأن الحكاية بتوصف أفعال الناس بتسلسل معين، وزي ما قلنا الأفعال هي أفضل وسيلة لتوصيل أي معنى. وسيكولوجيا الإنسان بطبعه دايما بيتبنى أحد الشخصيات في الحكاية بشكل تلقائي وبيحط نفسه مكانها. وهنا ده كان الرد على سؤال كان دايما بيمر في بالي، ليه معظم صور القرآن فيها قصص؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ده كان الهدف من قصص القرآن، توصيل المعنى بأقوى وأفضل شكل ممكن، وده سبب قوة تأثير آيات القرآن في توصيل المعنى، مش بس بسبب دقة العبارات وإحكام الآيات، لا، قوة الحكاية كمان في تصوير مواقف احنا ما شفناهاش، تخليك كأنك شايفها قدام عينك وتقدر تفهم المعاني المقصود منها بإحساسك كأنك انت اللي موجود في القصة دي. بس خاطرة جت على بالي وحبيت أضيفها. السلام عليكم.